وشك من فريق اقسم بالله انه عار، تخسر ب4-1 كلها بسبب مدرب وبسبب بعض اللعيبة مهم فاضيين يلعبون جاكارو. اللياقة صفر، الأداء صفر، الخطة صفر. وين الإدارة؟ قلنا لكم أقيلوا كاسترو، أقيلوا كاسترو، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا لك الجمهور نادي النصر، ألف مبروك لنادي الهلال والجمهور، أقسم بالله يستاهلون. فريقنا اليوم فضيحة، اللعيبة ما فيه رغبة انهم يفوزون. والله شيء مضحك نادينا أقسم بالله. والله يا نادي النصر أقسم بالله أنا جاب لي القانون، لا من إدارة لا من لاعبين لا من مدرب. أقسم بالله ولا أشوف أحد يدافع عن اللعيبة، لا عن تاليسكا لا عن ماني لا عن تيليس. الوحيد اللي لعب اليوم لابورت، حتى رونالدو يعني الهدف فقط لا غير. والله حرام عليكم حرام عليكم، في كاس سوبر وتجيبون علينا 4 وانا شارية تيشيرت ب500 ريال للنصر، واخر شي يخسرون ب4. تفشلنا قسم بالله. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. ألف مبروك لجمهور الهلال العاقل، هارد لك جمهور نادي النصر. ما عندي تعليق غير ان اقول لك والله الفريق سود وجهي، الفريق سود وجهي. والله ما اقول لك الا فريقي فاشل للاسف، والله فريقي فاشل ومدربي فاشل. خسائر فلوس، خسائر سكن، طيران، قطع مسافات، اكل 4 واطلع من دقيقة 60. اسألك بالله هذا مو منظر مؤسف ومخجل؟ انا ما ادري اللاعب اللي قاعد يلعب ما يخجل على نفسه وقاعد يشوف الفضايح اللي قاعدة تصير من الوديات، من الجاكارو، الجاكارو والالعاب الالعاب الالعاب نلعب جاكارو، فوز انت علكم، اطلع برا، انا فزت على تافي كاسترو ما يقعد دقيقة، كاسترو ما يقعد دقيقة في النادي. والله لو قعد أكثر من دقيقة أقسم بالله ما في أحد يفهم كرة قدم في نادي النصر. لو كاسترو استمر لمدة دقيقة، كاسترو إقالة، ما يقعد، ما يقعد. مدرب جبان، مدرب جبان، مدرب ما عنده شخصية، مدرب ما يفهم كرة قدم، مدرب ما يعرف الفريق. شفناه بالموسم الماضي، تعطيه فرصة ليش؟ ليش أصلا ليش قاعد ياخذ فرصته؟ وأنا الضحية، المشجع هو الضحية. يا أخي جيب محور ثالث، يا أخي جيب محور، تقطعت اصواتنا، تقطعت، جيب محور ثالث. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. مش كاسترو لا يقعد دقيقه يا اخي. 4 الله لا يفضحنا، 4 في نهائي. يا ولد يا ولد يلعبون كرة طايرة، كرة تنس، وفي الوديات 5 و7 ومستمرين. كاسترو يا اخي ايش كاسترو هذا؟ كيف يا اخي؟ كيف ساكتين؟ كيف عاجبنا الوضع؟ نعم يا اخي نعم. كيف؟ لا لا انا بنجن، انا بجيني شيء والله العظيم، والله ما عندي تعليق، والله ما عندي تعليق، ما عندي كلام. مبروك لكل هلالي عاقل، اقسم بالله العظيم ان فريقكم قوي، اقسم بالله ان معكم رجال، والله فريق حتى مع المشاكل اللي عنده الا انهم فريق يلعبون كرة قدم، فريق يلعب بروح، فريق ادارته ذكية، عنده إدارة ذكية، عنده رجال يعرفون كيف يسيطرون على النادي، يعرفون مشاكل النادي يحلونها، يعرفون ايش ناقص فريقهم. أهني جمهور الهلال. والله إذا إدارة المهدي بواعية ما تخلي هذا المدرب يوم واحد في النادي. مدرب مفلس، الآن أثبت إنه مفلس نهائيا. احنا قلنا لا إن شاء الله يتبدل الحال، إن شاء الله يزين الحال، لكن الحال على ما هو حال، ما تغير شيء، ما عنده أي شيء من فكر ولا أسلوب ولا طريقة لعب، طريقة واحدة يلعب فيها والأندية كلها حفظتها. بهذا المدرب النصر راح يعاني في الموسم، النصر راح يعاني، لابد يتغير كاسترو.
اي يا ابوي هذا الفريق ولا بلاش. اي الحمد لله اني عرفت الفريق الصح، اني شجعت الهلال. هذا الفريق اللي يستاهل صدق انك تشجعه. كفو. اي الهلال. اي شوف انا ما ابي اتسرع واظلم هذا الحارس حلو وكلنا نغلط، لكن حاليا في كرة القدم انت اذا بتجيب حارس ما تجيب حارس عشان يصد كورة بس، انت بتجيب حارس حتى يعرف يلعب برجوله. انا ما طلبت منه يباصي كورة، انا طلبت منه بس يكنتر كورة، ثبتها لا برد حطها في رجلك ما انت عارف تكنترها. انا اكثر من هجمه اشوف الهلال يضغطون على الحارس والحارس يطلع الكرة بشكل خاطئ ويطول الكورة برجله، كان مخوفني الموضوع. وفعلا ما تعلم من الغلط، يعني كان الهلال يضغط 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 وحاسينهم بيغلطون، واضح يس موجههم. الحارس هذا بطيء على ما يفك كوره واذا فكها غلط فاضغطوا عليه اول ما تجي الكوره. وكاسترو طبعا ما في اي توجيهات ولا اي شيء، لا كل ما جت كوره بالعكس ابنى من الخلف وعطى الحارس واضح اصلا ما يعرف يلعب برجله. فاللي قاعد يصير اني اجيب حارس احاول خليه يستر علي قاعد ينكبني زياده. اللي قاعد يصير في النظر انا ما ادري هل هو تعمد هل هو زفاته، ما ادري الناس قاعد تشوف اللي نشوفه ولا لا. والله انتم متخيلين يا جماهير الدوري السعودي ان اغلب جماهير الهلال زعلانين على هذا اللاعب من بعد مباراه العين؟ شوفوا لهم ايش سوى، بالله شوف الهدف حقه والله العظيم يتمشى بحديقه بيتهم. مشكلة انه طويل وثقيل، ما ادري كيف كذا يمشي بين المدافعين ويكنتر في النص، شيء مو طبيعي وفوق الخيال. هو خويه ذا المجنون المهاجم يا شيخ عذبونا اقسم بالله، يلعبون تحس كذا ما قاعدين يقدرون الموجودين في الملعب. هذول يا الله اقسم بالله شيء متعب. سواها فينا ثاني مره، سواها فينا في السوبر والحين في السوبر الثاني بعد اللي كان في الامارات والحين في ابها. فتكفى ارحمنا، انت ليش كذا ضدنا تتفلت؟ انا ما ادري ايش صاير في الدنيا والله العظيم، شيء يقهر وشيء مستفز. اذا انتم عاجبكم هذا الهلال عطوا هذا الحاله يلعب في النص عندنا، خلوه يلعب رجل واحده احنا راضين، ولا العك اللي نشوفه بسطنا. خلاص بقت عاده، خلاص بقت عاده الهلال يكسب النصر، خلاص موضوع بقى سهل وبقى بسيط جدا. الهلال بيكسب النصر 4-1 ويتوج بكاس الدرعيه كاس السوبر السعودي. مباراه غريبه في تفاصيلها، مباراه النصر جاب جون عن طريق كريستيانو رونالدو بعد عمل رائع جدا من عبد الرحمن غريب، ولكن تتفاجئ بمستوى النصر في الشوط الثاني، استسلام تام. النصر ما جاش الشوط الثاني، النصر اكتفى بالشوط الاولاني بهدف رونالدو واكتفى بذلك، فضل واقف. نسيوا ان المباراه 90 دقيقه يا جماعه، نسيوا ان المباراه 90 دقيقه فعلا. الشوط الثاني سيطر فيه الهلال على المباراه بالتمام والكمال، وسط استسلام ويأس كبير. هدف لسافيتش، هدفين لمتروفيتش، هدف مضحك، هدف غريب جدا بيجيبه مالكم بعد خطأ كبير من بيتو حارس المرمى بيكلف فرقته الهدف الرابع. استسلام تام من كاسترو، استسلام تام من كريستيانو رونالدو. الفريق ككل كان بعيد عن مستواه في الشوط الثاني، حاجه غريبه جدا، علامات استفهام على مستوى فريق النصر. بدايه موسم صعبه، هل كاسترو هيكمل؟ في العكس الناحيه الثانيه في الهلال تألق كبير من اللعيبه دخلت الموسم بشكل اكثر من رائع، فوز على النصر، فوز في كلاسيكو، فوز ببطوله السوبر، هيدخلوا الموسم بشكل قوي جدا جدا عكس لعيبه النصر اللي هتواجههم مشاكل كبيره جدا جدا في الموسم ده.